السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، وحشتوني قوي 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 من آخر فيديو. آه تعالوا كده معانا كده فيديو جديد النهاردة من جولات العيد. أنا كان عندي الفيديو بصراحة مسجلاه ومنتجاه، بس اتأخرت شوية. انتوا عارفين بعد العيد وكده بيبقى يعني الواحد مش فاضي بيطلع بقى اهو بصوا بقى النهاردة. بصوا كنت دي بقى فيديو كده، رحنا بقى كده فلوجة معانا كده، كنت بتفسح فيها أنا والولاد أبو العباس. كان جميل جدا، خروج كده حلو معانا. تعالوا اتفرجوا بقى معانا وشوفوا بقى معانا الجولة كلها، وشوفوا أجواء بقى أبو العباس جميلة. وده جامع أبو العباس، ودي الجنينة اللي تبقى قصاد أبو العباس قعدنا كده فيها. طبعا حنين كانت في الأول كانت معانا. بص هنا بقى فهنخش الجامع وهوريكم المقام بتاع الجامع، كمان جميل جدا. مقام الجامع اللي هو المقام البوسيري، والمقامات دي جميلة جدا. هوريكم، بصوا الفيديو ده جميل جدا هيعجبكم. خروجه حلوه قوي وخروجه العيد. طبعا انا كان معايا الفيديو منتجاه وكده، بس انتوا عارفين لما بطلع الواحد من رمضان والعيد بقى بيبقى الواحد يعني ملخوم وكده، بتاخر عليكم شويه يا حبايبي، بس بتوحشوني قوي 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 والله العظيم. احنا هنا كنا قدام ابو العباس. واحنا طالعين بصوا بقى هنا بقى المقام. دخلنا زورنا المقام ده، مقام زي ما انتوا شايفين كده. سيدي ابو العباس، الله مش الله ابو العباس. طبعا اهالي اسكندريه كلهم هيعرفوا المقام دوت. عارفين يا حبايبي، تقفوا كده. انا كنت بصور لكم المقام جميل جدا، وروحه حلوه وبركته حلوه. تقفي تدعي تدعي يعني ادعي كل اللي نفسك فيه. جميل، بصوا اجواءه جميله ازاي. بجد كان المقام حلو قوي. أو بصوا مقام سيدي أحمد وسيدي محمد أبناء سيدي أبي العباس رضي الله عنه وأرضاه، اللهم راضي عنه وأرضاه يا رب. بصوا الصور دي برضو من قديم الأزل طبعا. بصوا حاطين، بص طبعا اللي مش من اسكندرية طبعا هيتبسط أوي بالفيديو ده. بس حطوا طبعا اللايك واشتراك في القناة، اللي ما شافش القناة برضو يحط اشتراك ويفعل زر الجرس. هتستمتعوا بجد بالفيديو ده جميل جدا. بصوا بقيت حبيت اصوره لكم علشان تشوفوا ان يعني اللي من بره اسكندريه يحب يشوف المقام. والله انا كنت واقفه بصور وكنت بدعي، واللي فيه بيقدر حد يحط مثلا في الصندوق بيبقى جنبه كده، بيحط يعني اللي بيقدر عليه. شلاية مرسي ابو العباس كده، يعني عارفين وانا واقفه كده. روحانيته حلوه جدا جدا جدا، وبتدعي كده وتقول اللي نفسك فيه وربنا بيتقبل. اللهم تقبل يا رب. مقام سيدي أحمد ومحمد أبناء أبي العباس رضي الله عنه. جميل جدا المقام وروحه حلوة. ومش عايزة أقول لكم والله الواحد كان مبسوط وهو واقف كده وبيدعي. أرواح جميلة كده وحاجات حلوة كده وخواطر بتيجي عليكي كده. قد إيه الواحد مهموم وبيقف قصاده والله العظيم وتدعي كده بيطلع كل الهموم اللي جواكي. الخروجة ديت احنا قلنا نروح فيها أبو العباس، واتفسحنا في محطة الرمل وكده. كانت خروجة تالت يوم العيد، بس كانت زحمة طبعا جدا. دي كانت خروجة تالت يوم العيد، بس بجد كانت خروجة حلوة أوي كده. خلصنا خلاص. خلصت المقام زي ما شفتوا بقى المقام حلو ازاي وأرواحه حلوة جميلة ازاي. روحه حلوة جدا. هنا بقى بعد ما خرجنا طلعنا بقى كده على الترماي. دي ترام قصاد أبو العباس بالظبط يا حبيبي، اللي عند الصعيدي. بصوا بقى الجمال بقى والعيد، والناس كانت زحمة بصوا الزحمة والناس قد ايه. جمال ابو العباس ومنطقة بحري والبحر. كانت جميل جدا. يلا حطوا اللايك لو وصلتوا لحد هنا، حطوا اللايك. اعذروني اني اتأخرت عليكم في الفيديوهات، علشان بس واحد زي ما انتوا عارفين طالع من رمضان والعيد، عايز بقى يعوض بقى الايام وبيبقى فيه كسل شوية. لا قلت بقى انزله لكم بقى، خلاص بقى انتوا وحشتوني بجد. بصوا بقى هنا، بس بصوا المباني القديمة ديت بتاعت ابو العباس، اللي هي البيوت القديمة بتاعت زمان. حبيت اصورها لكم برضو. هنا بقى كنا خلاص بقى في الاخر. حنين كانت بتتمرجح كده. بصوا بقى في المرجيحة، كنت بقول لها يلا يا حنينة، كانت عايزة تتمرجح، قلنا لها يلا اتمرجحي. كانت في بقى النطاطة. كل دي المراجيح دي على فكرة واقفة في يعني عند أبو العباس نفسيها.
المراجيح دي كانت عند ابو العباس، بيحطوا بقى مراجيح كتيره العيال يتمرجحوا. كانت جميله جدا. بصي حنونه بقى وهي بقى بتتمرجح، الله، ولا يلا حطي كده بصوتها وهي ايه، وهي بقى سايقه العربيه. بقول لها حطي اللايك، بتقولي حطي اللايك كده على طول. كانت الاجواء كانت جميله جدا، بس زحمه جدا يا حبايبي، كانت زحمه جدا. اليوم ده كان عايزه اقول لكم زحمه، بس كان جميل. بصوا بصوا جمال المراجيح بقى. يلا بقول لها يلا يا حنين، كنت بديها اللفه واقوم زقها تاني ومرجعها، ازقها تاني ومرجعها. إيه، بصي بتقف اهي، برضه بزقها عشان تتمرجح. اليوم ده فرحنا، بس كفايه انك تخرجي بس تفرحي فيه الولاد والله العظيم. يعني تخرجوا تفرحوا ولادكم بالالعاب والمراجيح. هو اي نعم زحمه وكانت بهدله، ما اقولكوش زي ازاي في المواصلات، بس العيله اتبسطوا. تبسطوا اولادكم بس يا حبايبي. كانت جميله وحنين مبسوطه. هي تملي تحب المرجحه بتاعت العربيه دي. ده بقى اولاد الصغيرين اللي في سنها ل7 سنين 8 سنين بيحبوا المراجيح البسيطه اللي على قدهم، عشان لما تحبوا تمرجحوا ولادكم يعني اختاروا لهم لعبه حلوه، يعني انها ما تقعش منها، ما يقعوش منها.